مساء الخير. ثلوج فوق المرتفعات وتساقطات مطرية ضعيفة متوقعة غدا بالعديد من المناطق، وغدا صباحا تساقطات ثلجية ستهم قمم الأطلس فوق 1600 متر، وتساقطات مطرية ضعيفة مرتقبة بالأطلسين الكبير والصغير وسفوحهما الشرقية، كذلك بالشاذمة وعبدة. قطرات مطرية متفرقة محتملة بالريف وسوس. غدا بعد الزوال ستنزل قطرات مطرية متفرقة على السهول الوسطى وكذلك بجنوب السفوح الجنوبية الشرقية، واستوب رياح نسبيا قوية على طنجة والواجهة المتوسطية وسوس وشمال الأقاليم الصحراوية. أجواء ستكون قليلة السحب إلى مشمسة بباقي جهات المملكة. درجات الحرارة غدا صباحا ستصل 0 درجة بفرنسا، 6 بالرشيدية وورزازات، 15 بأكادير و12 درجة بكل من العيون والداخلة. غدا بعد الزوال ستسجل 10 درجات بإفران، كذلك بالرشيدية وورزازات، 14 بوجدة، 21 بالدار البيضاء، 20 بالعاصمة الرباط، 23 بأسافي بأكادير وأيضا بالعيون، و19 درجة متوقعة بسمارة. ماذا تحمل لنا التوقعات بالنسبة للأيام المقبلة؟ الأحد بعد القطرات مطرية محتملة بأقصى جنوب البلاد، وسماء ستكون قليلة السحب بباقي المناطق. الاثنين ستنزل أمطار على الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وتساقطات ثلجية محتملة فوق قمم الأطلس الصغير. احتشد سكان ديبرسين وهي مدينة في شرق المجر ضد مشروع بناء معمل صيني كبير تدعمه الحكومة لإنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في ضواحي المدينة. احتجاج الساكنة كان بشكل خاص على الأضرار البيئية التي يمكن أن يسببها مثل هذا المشروع، ويقول أحد منظمي المظاهرة أنه من المصلحة العامة إلغاء مصنع البطاريات، فللعيش على هذه الأرض حاجتنا الأساسية هي المياه النظيفة والهواء النقي وأرض في صحة سليمة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الطقس. دمتم في حفظ الله ورعايته.